السلام عليكم يا شباب، إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في عصر الاي اي اللي احنا فيه حاليا لابد ان احنا كديزاينرز بنستخدم اي اي تولز كتير. فمن ضمن التولز الجميلة جدا مؤخرا، اللي انا بقيت بستخدمها في شغلي هي برونو. فحبيت اعمل فيديو عنها، اوضح لكم المزايا اللي في برونو وقد ايه هي تول قوية جدا البرودكت ديزاينرز او اليو اي اكس ديزاينرز. بالاضافه ان هي بتديك شويه فيتشرز كده، زي ان انت تقدر تعمل اوديت لاي سكرين عندك مثلا، او تعمل هيت ماب، وهنشوف ان شاء الله كل الكلام ده دلوقتي. مؤخرا كان طلع اي اي تول لليو اي ديزاينر، يعني من جوجل ستitch تقريبا. كانوا قالوا بقى ان هي هتقعد ديزاينرز في البيت، وكانت عاملين عليها ضجة كبيرة، ولكن كانت التول مش احسن حاجة خالص الصراحة. ومعظمنا بيستخدم فيجما ميك دلوقتي. فبرونو هي تول مصرية من شباب اصدقائنا مصريين، والحقيقة هي حاجة نفتخر بيها كلنا، وحاجة قوية جدا 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 يعني. فهي مش حاجة من الشركات الكبيرة العملاقة. عشان كده هنتفاجئ جدا قد ايه هي قادرة تنافس في نفس النتيجة ونفس القوة من اللي بتطلع من التولز التانية. فخلونا بدون طولت عليكم، فخلونا ندخل على طول. جبت برومت من شات جي بي تي انه يصمم لي 5 سكرينز لتاسك مانجر اب. وخلينا نشوف. طبعا الجميل في برونو هي التول بتفكر معاك، مش بس بتعطيك ريزولت على طول. فهنا مثلا انا لما طلبت منه او اعطيته البرومت بتاعي انه هيصمم لي 5 سكرينز لتاسك مانجر، بدأ يفكر معايا: اهلا، ايه الاخبار المشروع؟ بانك طلبت كذا، فانا بقترح ان احنا نبدأ بشاشة معينة. اوكي، هو عايز يعطيلي سكرين واحدة في الاول. وعطولي هنا ملخص ان هو هيكون لموبايل اب، وهيكون باللغة العربية، والمحتوى اللي هيبقى فيه اوكي. واعطيني كمان الستايل بتاع الديزاين هيكون عامل ازاي، ان هو حديث بسيط. الراديوس بتاعه قد ايه، الالوان بتاعته جميل جدا، ده شيء عظيم قوي يعني. اوكي، ابدأ. طيب هو حاليا جايب لي ان هو بيبني الاستراكشر بتاعت الديزاين او الاب. وبعد كده بدأ يقول لي ايه هي الستبس اللي هو شغال عليها. اوكي، حلو جدا. هو عمل ال5 سكرينز كتاسكات، وهو دلوقتي شغال على اول تاسك او اول سكرين اللي هي السبلاش سكرين. وبيقول لي فيها هو شغال على ايه دلوقتي، او ايه البروسيس اللي هو ماشي فيها. اول حاجه بيعمل انسبيريشن، بعد كده حاليا بيديزاين، بعد كده هيضيف فيها الصور والايكونز والفينش بقى بتاع الديزاين. ده شيء جميل قوي. هو خلص كده اول سكرين صراحة يعني. شيء حلو قوي ان التول بتبدأ بتبني معاك الاستراكشر واحدة واحدة، وبتبقى منظمة اكتر. وبتقولك هي شغالة على ايه وبتعمل ايه دلوقتي، وان هو يطلع لك ال5 سكرين مع بعض. ده حاجة تحفة جدا الصراحة. طيب هو كده بيعتبر بيفنش الخمس سكرينات تقريبا ما يقارب في 260 ثانية. 260 ثانية دول اللي هم لو قسمنا على 60، أعتقد ال240 عاملين 4. ف4 دقايق وشوية. فيعني خلينا نقول 5 دقايق، يعني خلينا نقول إن هو طلع ال5 سكرينز دول في 5 دقايق. اولا 5 دقايق مش كتير قوي على 5 سكرينات، ولكن خلينا نتأكد اكتر من الكواليتي او الجودة او النتيجة اللي طالعة. شايفها ممتازة جدا، ممتازة جدا على 5 دقايق. اكيد انت لو هتصمم ال5 سكرينات دول هتاخد وقت اكتر من ال5 دقايق. ده حاجة طبيعية يعني. عجبني قوي التفاصيل في الديزاين. الحلو بقى، خلونا نجرب فيما بعد الديزاين. يعني هو الموضوع مش بيديزاين وبس. طبعا نقدر نعدل على سكرين معينة، يعني تقدر تعدل على بتسلكت السكرين اللي انت عايزها، وبعد كده بتعدل عليها
براحتك. تمام، مش هنتطرق قوي الموضوع ده. اول حاجه احنا محتاجين ناخد دي الفيجما. يعني انت اول ميزه انت بتقدر تاخد السكرين ده على طول دايركت كوبي لفيجما. فاحنا اخدنا دي كوبي، هنجرب نحطها في فيجما. فهتجيلنا بالشكل ده. خلينا نجرب ان احنا نعطيلها فيل. بس فطبعا انت مش بتعتمد الالزام بشكل كلي. انت بقى هتقعد تظبط شويه حاجات، تظبط الاي اوت بتاعتك، الاوتو لاي اوت، تظبط شويه حاجات بسيطه. بس بالنسبه لي ده نتيجه ممتازه جدا صراحه على 5 دقايق. خلونا نجرب ناخد السكرين التانية ديت مثلا كوبي الفيجما برضو. اوكي، حلو جدا. دي جابها على طول بالباك جراوند بتاعتها. فشايفها ممتازة جدا صراحة. الفونت، المسافات، التفاصيل جميلة قوي. اكيد انت مش هتعتمد الديزاين دايركت، انت بتحط بقى التاتش بتاعك، شوية لمسات بسيطة، وبتظبط الاوت لاي اوت عندك وتظبط الدنيا. لكن بشكل عام تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا في شغلك. خلينا مثلا ناخد كمان السكرين ديت. والله ده شيء عظيم جدا وشيء تحفة جدا. عاجبني قوي التفاصيل وكل حاجة في الديزاين. حتى الديزاين شكله سيمبل كده وبسيط قوي. طيب انت بقى عندك مميزات ايه تاني؟ عندك طبعا انك تقدر تعمل بريفيو بشكل اكنك في بروتوتايب. يعني بتشوف السكرينز والسكرين لايف وكده. تمام، ده اوكي. يعني كمان تقدر تنزلها كسكرين عندك على الديسكتوب. تقدر تشوف شكل التابلت. تمام. خلينا نرجع للموبايل. الحاجة بقى الجميلة قوي، الحلوة قوي، ان انت بتخليه يعمل لك آم، بيعمل لك ريفيو على او بيديك فيدباك على الديزاين بتاعك ده. فخلونا نجرب كده الفيتشر دي هيعمل لنا ايه. هيعمل لنا ريفيو على الديزاين حاليا. تمام. بيقعد يقول لك بقى ايه المشاكل اللي ممكن تتحسن. طب كتجربة مستخدم، كاكسسبيليتي. اوكي، لقد كنت عملت لك اوديت شامل. تمام، ممتاز جدا. التسلسل البصري، الهيراركي بتاع الديزاين، واليوزابيلتي تيستينج، واليوزابيلتي، والكونتراست والالوان. تمام، ده شيء عظيم جدا يعني. ننتظر النتيجة. طيب هو طلع لي سكرين تانية كده فيها شوية تفاصيل، معلم لي على شوية حاجات. فاحنا لو حددنا السكرين من فوق كده، بيبدأ يطلع لك المشاكل اللي هو شايفها في السكرين دي. تمام. وفي فوق هنا تابس مقسم لك المشاكل ديت لكل المشاكل عامة. المشاكل الصعبة او اللي محتاجة تحسين جامد. يعني دي حاجات، معلومات إضافية ممكن تحسنها عامة. وعامل لك هنا حل المشكلة واحد. هو شايف ان في مشكلة ضعف التباين. اوكي، الكونتراست في الجزء ده. اوكي، واحد اللي هو ده. وفعلا الكونتراست هنا مش احسن حاجة. طب خلينا نقول له يحلها كده، نشوف ايه اللي هيحصل. هو بيفكر هنا تاني. اوكي، هو لسه بيفكر. تمام. اوكي، نعم. بقول يعني ان المشاكل كذا كذا كذا، بيقترح عليها. تمام، ابدا في حلها. تمام، بيبدا يريديزاين ب... وهو بيحل المشاكل الجديده. والله حاجة تحفة جدا الصراحة. يعني الموضوع بس انت مش تقدر تديزاين. بس انت لو عندك ديزاين اوريدي موجود، حابب تعمل له اوديت، تشوف ايه المشاكل اللي فيه. احيانا في حاجات احنا كبشر يعني مش بنبقى واخدين بالنا منها. ال AI بيركز على تفاصيل انت ممكن ما تاخدش بالك منها. فممكن عندك اي ديزاين تقدر تاخد فكرة عن المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة فيه وانت مش واخد بالك منها. اوكي، انا شايف برضو ان هو غير شوية تفاصيل في الديزاين لو انتوا واخدين بالكم. بس الفكرة ان هو حللي فعلا المشكلة، حللي مشكلة الكونتراست اللي كانت هنا. بقت هنا اوضح كتير بالنسبة لي يعني صراحة. وده شيء جميل جدا. يعني فكرة ان هو طلع لك نتيجة
وكمان هو عارف النتيجة دي يكاد يكون فيها مشاكل، وده طبيعي جدا. واقترح عليك حل او حلول للمشاكل دي. احنا ممكن نجرب بقى الهيت ماب. الهيت ماب دي اللي عشان اللي ما يعرفش برضو، هي خريطة حرارية زي ما مكتوب كده، بتقول لك ايه اكتر الاماكن، الاماكن الشائعة، او اكثر الاماكن اللي هيكون عليها فوكس من ناحية انه الشخص او اليوزرز بيكليكوا عليها او بيستخدموها او كده يعني. اوكي، فكرة ممتازة. هيت ماب سيكون اختيار، هذا نرى إذا كانت العدالات اوكي ماشي تمام. انا صراحة التول، انا حد بستخدم فيجما ميك كتير جدا، وبستخدم الاي اي في شغلي كتير. بالنسبة لي التول، اوكي خلينا نشوف الاول الهيت ماب. اوكي دي الهيت ماب. هو علم لنا على شوية حاجات. اوكي، تحليل توازن. طبعا الموضوع لو انجليش هيبقى بالنسبه لنا اوضح كتير، بس هي فيها انجليزي طبعا، موجود فيها انجليزي، بس أنا عشان جربت من شويه الانجليش، فحبيت ان انا اجرب في الفيديو بقى العربي، اشوف هيبقى في فرق في النتيجه ولا لا. لكن نفس البرومت، نفس كل حاجه، بس نفس النتيجه اللي طلعت يعني. ده شيء كويس ان هو بيفهم عربي كويس جدا يعني. بناء على مبادئ التصميم مدى التنبؤ، فإن تحديد المناطق ذات أهمية على أوكي. أوكي. طبعا بقى التفاصيل دي محتاج تقعد تدقق فيها، فاحنا مش هنبص عليها دلوقتي كلها. بس انت ممكن تقرأ براحتك جدا، فدي حاجة مفيدة قوي 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 صراحة. خاصة الريفيو اللي هنا ده، الريفيو اللي احنا عملناه، انا شايف حاجة زي كده مفيدة جدا جدا للشباب المبتدئ، اللي هو لسه حتى عنده تاسك او بيديزاين او بيتعلم حاجة، بعد كده يضيفها في التول هنا، وياخد فيدباك من التول بشكل دايركت من حاجه اي اي، بدل ما يقعد يستنى حد يديله فيدباك وكده. لان معظم الشباب المبتدئ بيكون عندهم مشاكل في الحاجات، في الاساسيات زي الكونتراست والسبيسنج والتايبوجرافي والتفاصيل دي كلها. وبالتالي انت تقدر تاخد من الاي اي او من التول ديت يعني فيدباك، وبالتالي تخليه برضو يعمل لك ريديزاين لحلول المشاكل، وتبدأ عينك تشوف ايه الصح من الغلط، وتبدأ تتطور اكتر. فانا شايف دي حاجة تحفة جدا، ده بعيدا عن اليو اي الكويس او اللي طالع، لو انت هتعتمد عليها كديزاين على طول، او تاخد منها انسبيريشن او ايا يكن. انا صراحة كنت شغال على ابلكيشن امبارح، وبنيت تقريبا نص الابلكيشن بالتول في وقت قليل قوي. وبشكل معتمد عليه بنسبة كبيرة، على عكس ال AI tools او التولز التانية اللي احنا كنا بنجربها، كنت بتحاول تاخد منها افكار، تاخد منها inspiration، لكن ما كنتش بتعتمد عليها بشكل كبير زي دلوقتي يعني. فبصراحة التول جميلة قوي، تقدروا تجربوها. التول ديت قوية جدا، وبتنافس شركات تقيلة قوي، وتولز كبيرة قوي في مجال ال AI يعني عامة، او الديزاين. فتقدروا تجربوها، هسيب لكم اللينك تحت في وصف الفيديو. وبس كده، وقولوا لنا رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.